حياك الله. حياك الله وبياك. حياك الله. فضيلة الشيخ، قبل قليل ذكرت حديث بأنه يتكلم في أمور العامة الرويبضة، يعني السفيه الذي لا قيمة له، الذي يعني تسلم منصب وهو لا يستحق. ألا ترى أن عندما نذكر التاريخ، عندما مثلا خرج بعض الصحابة وقاد بعض الحركات والثورات ضد السفهاء مثلا، نرى أن اليوم الشعب البحراني الأبي يخرج على سفيه البحرين آل خليفة. تأدب بهذا الكلام، تأدب بهذا الكلام. وهذا النوع من السفهاء، هذا صنف من الناس الذي يستغل هذه المساحة المفتوحة وهذا الفضاء المفتوح ليعبر عن هذا المكنون في نفسه من الحقد، كما قال المولى سبحانه وتعالى: وما تخفي صدورهم أكبر. ولكن ما نقول لهم إلا كما قال الحق سبحانه وتعالى: قل موتوا بغيظكم. هذا نوع من السفه، وهذا نوع من التطاول الذي لا نرضاه أبدا ولا نقبل به. هذا نموذج من الأشخاص الذين يريدون أن يستفيدوا من مثل هذه الأزمات ويخرجوا بدور البطولة وبدور الزعامة، وكأنه الآن حقق حلم عنده وحقق نصر وحقق إنجاز، ولكن نقول: حققت خزي وعار لك ولأهلك. وسأتحدث بإذن الله عن هذه النقاط التي ذكرتها أخوي أبو عمر، لكن أخذ هذه المكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مرحبا الشيخ. حياك الله، بارك الله فيك أخي قتيبة. أحييك الله وأحب أشكرك على البرنامج الرائع. بارك الله فيك يا أخي. سم أخي. وبدي قصيدة لك يا شيخ: يا زمرة الأرهاب يا عارضنا، يا ندة السفاح والجلاد، يا شاردين من الشعوب دماءها، يا آكلين بقية الأساد، يا من شر المطأ بترابكم. أنا حقيقة ما أسمع الصوت عندي، ما هو واضح هنا. أخ قتيبة، أنا ما أسمع الصوت واضح عندي هنا. ممكن إذا كانت قصيدة، والله ما أسمعها. قصيدة ما أسمعها حقيقة، الصوت ما هو واضح عندي. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو فضلك الشيخ؟ حياك الله يا أبو خالد. هل يجوز القول يسقط حمد؟ ألو. طيب، يعني هذا نموذج. الإخوان يقولون، يعني يقول مثل هذه الكلمات، مثل المتصل الأول الذي قال: أنا اسمي أبو بكر. هو ما يحب أبو بكر ويكره أبو بكر، يكره عمر، يكره عثمان، لكن سبحان الله كيف يعني يدخل إلى البرنامج ببركة اسم أبي بكر. ولا خالد، حتى خالد ما يحبون خالد مع الأسف. المتاجرة بماء زمزم، هل هي جائزة؟ طبعا كل المداخلات التي جاءت في البداية ما تحتاج إلى تعليق. أعلق على كلام الأخ خالد وأقول: يا أخ خالد، هذا نموذج قبل قليل رأيته ممن يتعدى على ولاة الأمر ويسيء إليهم ويهينهم، ولكننا نبشره ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وولاة الأمر لهم المكانة والتقدير، وندعو لهم في الليل والنهار، ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يحفظهم وإيانا وبلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار.